السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كباب الحلة، هنعمله بالفراخ مش باللحمة. هتعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وسريعة، ومن الوجبات الجميلة جدا اللي بتتعمل في رمضان وبتكون حرشة ومغذية في نفس الوقت. لأول مرة تشوفونا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا مع بعض على الطريقة. الفراخ هنحطها في الحلة زي ما اتعودنا، مجمده او طازه، نحطها كده على الحله لحد ما تلزق فيها وكل الميه اللي فيها تتصفى ونكبها في الحوض. خلاص بعد كده بننزل بيه على البصل، بصل جوانح او بصل اربع تربع زي ما انت عايزه، بس بصل كتير، الكباب الحله بيحب البصل الكتير. ومعاه فصين توم وورق لورا وحته خشبه قرفه للي حابب، مفيش مشكله، ده اختياري. وهنبتدي ننزل بالزيت، رشه زيت صغيره، لان الكباب الحله يا سلام بقى بيحب اللحمه الملبسه او اللحمه اللي فيها دهن، حتى لو فراخ بنفس الكلام. ونحط حته سمنه بلدي خفيفه خالص. خلاص. الماده الدهنيه دي حسب ما انت عايزه، وقلبنا كل المكونات في بعضها كده، وهنبتدي بقى ننزل بالتوابل بتاعتي. خلاص اتبلها بقى زي ما انا عايزه، شويه كاري، شويه فلفل، شويه كمون، شويه ملح، كل حاجه رشه خفيفه جدا. اللي حابب يحط ملح وفلفل وبس مفيش مشكله، بتبقى جميله وتحفه. طبعا دي فراخ بعضمها عادي، دبابيس صغيره، اللي بتمسكي الورك كده تقطعيه مثلا كذا قطعه، قطع صغيره زي اللي بنعملها للبروست. خلاص. وحطينا كل المكونات كده بالشكل ده، وهنسيبها تشرب، تغلي وتشرب ميتها، ونوطي عليها شمعة ولحد بقى ايه ما تشرب ميتها تاني. لقيتيها مش مستوية هنزود لها يا دوب حاجة بسيطة مية. خلاص هتلاقيها استوت معاكي على طول. عايزة تعملي صدور مخلية، عايزة تعملي وراك مخلية، عايزة تعمليها بعضمها، اي حاجة تقطعها قطع صغيرة. ونفس الكلام للحمة، بتقطعها برضو مكعبات صغيرة وبتتعمل وبتبقى جميلة جدا. خلاص كده زي ما انتوا شايفين معانا بالشكل ده، سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. اهو انا حاطط لها شويه ميه وشويه ميه صغيرين جدا، وبعدها زي ما هتشوفوها دايبه جدا ومستويه وطعمها تحفه. ليه؟ استوت في نفسها وكله ني في ني، مفيش اي حاجه ولا تسبيكه ولا تحويق، مفيش اي حاجه خالص، كله ورا بعضه. زي ما انتوا شايفين كده ما خدتش نص ساعه، لان الفراخ بتستوي بسرعه. وبألف هنا وبألف شفا. طبعا من الوجبات الجميله جدا، مغذيه جدا، وبتتاكل مع اي حاجه، بتتاكل بالعيش وسلطات والصوصات والكلام من ده، وبتتاكل برضو مع المكرونه وهكذا. جميله جدا وسريعه وحلوه قوي قوي قوي، مش هتاخد منك اي وقت. وبألف هنا وبألف شفا، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.